محمود العراقي. الحلقه اللي انت قلت عليها اول الباب انهي واحده فيهم انا فاكر؟ انت قلت لها هي ابنك السؤال انت قلت هي ابنك اللي انت هتعمل معاها حلقه كامله. انت كنت عاوز حلقه لوحدك. في مفاجاه فانت تقول لنا في مفاجآت كتير. اسمك ايه؟ محمد ابو عزيز. بص يا حاج محمد، عارف اقول لك حاجه؟ الجيران بتاع الحاوي مليان. السنين اللي فاتت دي مليانه اسرار والغاز، وانا هقول لكم على خبر كويس قوي برضه عشان تتابعونا. احنا هنعمل قناه فضائيه اسمها الغد الجديد، ان شاء الله هتكون من اول بعد رمضان بشويه. في القناه دي هتشوفوا كل المفاجآت اللي انت بتسال عليها، وكل الاسرار بتاعت سنوات الرئيس ورجال الرئيس وسنواته البيضاء السوداء الكحلي اللي احنا عشناها معاه، هتسمع عنها في القناه دي. اتفضل. اتفضل يا استاذ. اخوكم في الله محمود العراقي. السؤال: أليست المبادئ الحاكمة للدستور التفات على إرادة الشعب؟ وهذا أشبهه بأن هذه المبادئ عبارة عن هيكل عظمي للإنسان، وما على اللجنة التأسيسية إلا وضع اللحم والشرائح فقط. هذا جزاكم الله خير. عايز اسالك انت كنت يوم الجمعه فين؟ كنت في التحرير ولا هنا؟ عايز اقول لك حاجه، شوف خلينا نتفق، وانا يعني مهتم بالعلوم الدستوريه. اتفضل يا سعيد. في شيء في علم القانون الدستوري اسمه الوثائق او يسموها ايه يا بسام؟ الوثائق التمهيديه للدساتير. هذه الوثائق لا تتحدث عن تفاصيل او نصوص او مواد، لكنها تتحدث عن قيم ومبادئ دائمه ومستقره. انا ضد الدخول في التفاصيل في الوثيقه بتاعت المبادئ، انا ضد ده. ولكن احنا قعدنا مع الاخوان وقعدنا مع السلفيين وعملنا وثيقه. الحقيقه عايز اقول لك على حاجه، اكتشفت ان احنا وقعنا في نفس الغلط. ليه؟ انا عملت مشروع كان عباره عن صفحه واحده. قعدنا في الاجتماع بتاع 28 حزب ده يا حاج محمود، صح؟ اجرك الله يا حاج محمود. كل واحد طلع لك بماده او طلع لك باضافه، وكل واحد اضاف لك حته، وكل واحد لقيت البتاع اللي كنا عاملينه صفحه ومتفقين عليه بقى بتاع 8 صفحات. قلت لهم يا جماعه ما ينفعش، امال الدستور يبقى كام؟ يعني اذا كان التمهيد للدستور هيبقى 8 صفحات، انا مش مع ان نصادر على حق اللجنه، لكن كمان مش مع ان نطلب للجنه ان تكون حره بالكامل في تقرير مصير امه لمده 200 300 سنه قدام. انا ابويا ده اهلاوي من جنبكم، نبروه طلخه، وكان مره نزل اظن في انتخابات 84 او 87 كانت الدايره اظن كان فيها شربين، كانت داخله في الدايره، كانت لا الشورى كان ايام الاوائم الكبيره دي. المهم يعني عايز اقول لكم ابويا ده كان سنه 71 كان مقرر لجنه الدستور، اللجنه اللي كانت بتضع الدستور. حكى لي حكايه وانا صغير قوي. 71 ده كان عندي مش عارف كام سنه، بتاع 5 سنين ولا حاجه. كان جاله اكتئاب وقعد قفل على نفسه اوضته 3 ايام، وما كنتش متعود منه هذا السلوك. وكان نائب ومحامي ويعني ملء السمع والبصر يعني. بعد كده عرفت كان عنده اكتئاب ليه؟ لانه وهو مقرر الدستور وهو بيقرا المشروع المتفق عليه من اللجنه على البرلمان، جه واحد وقف وراه كده وقام عامل له شرطه على ماده، كانت الماده 77، والشرطه دي غيرت تاريخ مصر. ليه؟ لان مده بقت مددا. هي دي الماده 77 اللي قعدت حسن مبارك على قلبنا 30 سنه. فالدستور محتاج يا حاج محمود كلنا نقعد مع بعض ونتكلم مره واثنين وثلاثه ونتناقش ونصل لاتفاقات ونختلف، لان ده مصير هتدفع ثمن اجيال من ولادك وولادي واحفادك واحفادي ملهاش ذنب ان احنا مستعجلين. لازم نعمل الدستور بطريقه صحيحه، ولازم نعمل الدستور بطريقه مرضيه وامنه ومطمئنه لكل اطياف المجتمع المصري. بشكرك. دكتور ايمن، لا مش هيكل عظمي، لكن هي اسس.
الاسم الاول. احمد سرور مع حضرتك. ازيك يا حاج؟ اولا انت حضرتك ناجح في الانتخابات اللي فاتت ديت بالعنصريه. ربنا يخليك. طب اقول لك على حاجه بقى، انا مش ناجح عشان انا نجحت، انا ناجح لان حسني مبارك ما ترشحش. اكيد. المره الجايه بيقول لك على المفاجات، هقول لك انا المفاجاه دي المره الجايه، واقسم لكم بالله انه لم يقدم اوراق ترشيح حتى هذه اللحظه. واللي حصل كان نصب بثلاث ورقات. احنا رحنا قدمنا اول حد واخدت رقم 1 ورمز الهلال، ومعايا الورقه هبعتها للساقي على الايميل تفرجوها للناس. انا رقم 1 ورمز الهلال، وفضلت كده لغايه بالليل قالوا وكان حسني مبارك اول من تقدم وحصل على ازاي يعني؟ نفس الوكاله اللي قايله ان انا اول واحد تقدمت واخدت رمز الهلال هي نفسها اللي قالت. في نفس الوقت بقى احنا كنا موقفين شبابنا وولادنا قاعدين على باب اللجنه لم يروا لا حسني مبارك ولا الدكروري وكيله، وكان كل واحد بيخش اللجنه بنديله رقم بنعلم عليه بالتباشيره يعني. رقم 1 دخل مش عارف شلتوت، رقم 2 دخل فلان، رقم 3. مفيش حد عدى باب اللجنه دي الا ما كتبنا اسمه ورقم، ولم يدخل حسني مبارك حتى هذه اللحظه هذه اللجنه ولم يقدم اوراقه، فهو لم يكن مرشحا اصلا في هذه الانتخابات التي فاز فيها بالتزوير الفاضح. اتفضل كده. انا كل اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان الناس دي كلها اللي قاعدين هم كانوا عايزين الدكتور ايمن نور، لان الناس دي خلاص يعني جابت اخرها مع الحكومه السابقه دي. فدلوقتي انا اول واحد اللي لا يعني لا الحمد ان انا كنت اول واحد قايم بالثوره ديت وما اعرفش ان كان في ثورات. لقيته هنا يعني انا قمت له هنا ولوحدي يعني مش مع حد. ولله الحمد برضه يعني قلت اللي انا عايز اقوله، بس طبعا ما خدتش ما عملناش حاجه. كل اللي احنا عايزين نقوله يا دكتور ايمن ان الناس ديت كلها المفروض ان احنا نعمل لهم ناس كل 3/4 الناس ديت مفيش حد فيهم شغال. 3/4 ومشاكل. كل الناس ديت اللي عليهم احكام واللي عليهم قواضي واللي بيتلفق لهم حاجات. يعني هنعمل ايه بقى يا دكتور ايمن؟ يا احمد لغايه النص الاولاني كنت ماشي كويس قوي. النص الثاني لخبطت شويه، بس عايز اقول لك على حاجه. مصر كلها عليها احكام. مصر كلها عليها احكام. واللي ما اتدينش في الزمن اللي فات ده مش هيتدين ابدا في حياته، لان ان شاء الله مش هيجي علينا سنين فقر زي السنين اللي فاتت. احمد اتفضل. ايوه حسن انت جاي بس البدايه. السلام عليكم. انا اسمي حسن عثمان، شغال نقاش ورئيس الدول جمعيه الحرفيين. عاوز حضرتك بس تستوعبني دقيقتين. الملاحظ في المتقدمين لرئاسه الجمهوريه يا دكتور ان في حاجتين: مناضل سياسي ودبلوماسي رئاسي. فهم شقين. المناضل السياسي زي الاستاذ حمدين صباحي والدكتور ايمن نور والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، دول مناضلين سياسيين، وحياه المناضل السياسي طويله امثال نيلسون مانديلا وجيفارا وزي ما حضرتك عارف. فالمناضل السياسي بتبقى حياته اكثر في الشعوب. فحضرتك وجهه نظرك في النظام التقدم للترشح، الا يظل المناضل السياسي مناضلا سياسيا حتى يعيش ويخرج في قلوب ويعيش في قلوب الناس مدى الحياه؟ لان عندما يتحول الى الدبلوماسيه الرئاسيه لها ألعابها ولها اوراقها ولها حاجاتها. فالمناضل السياسي انا كشخصيا اقبل الدكتور ايمن نور مناضلا سياسيا يعيش ويموت مناضلا سياسيا. اما الدبلوماسيه الرئاسيه التي تجعل الانسان يتراجع عن مواقفه ويتراجع عن افعاله هذا مرفوض. اما المناضل السياسي زي الدكتور البرغوثي يعيش مناضلا سياسيا وكل الشعب الفلسطيني يجمع عليه. وياسر عرفات كان هكذا، عندما تولى سدة الحكم في فلسطين اختلف الناس عليه وانقسم. اما ان ظل ياسر عرفات مناضلا سياسيا كما بدأ لنجح وعاش. فانا اقبل الدكتور ايمن نور مناضلا سياسيا مدى الحياه يعيش ويموت في قلوب الجماهير. وشكرا. اشكرك حسن. بص يا ابو علي، اللي انت بتقوله ده يروق الى قلبي جدا.
وانا يعني بص لو قلت لي الكلام ده بالذات النهارده وانا عامل 3 مؤتمرات واقف بقالي بتاع 8 ساعات اقول لك يا ريت نفسي استريح. بس عايز اقول لك حاجه تانية برضه، بص الموضوع من زاويه تانية، ان احيانا بيبقى عندك جزء من المسؤوليه والامانه امام نفسك. انا مش بس مناضل سياسي، انا مناضل سياسي وصاحب رؤيه سياسيه. الرؤيه دي يا حسب بقى لها سنين بنبني فيها وبقى لها سنين محطوطه في الفريزر. احنا من حقنا ان احنا ناخد هذه الرؤيه نسحبها على الواقع ونجرب رؤيتنا عشان بلدنا تستفيد بيها. انا لو ما عنديش برنامج، انا المرشح الوحيد اللي قدم برنامج حتى الان، برنامج مطبوع ومتوزع، ممكن نبعت لكم شويه نسخ بالعربيه. بمعنى ان انا عندي رؤيه وبرنامج عايزه يتطبق في بلدي، محتاجه يتطبق في بلدي. انا مش هجيب دبلوماسي من اللي بالي بالك عشان يطبق افكارنا ولا يطبق مبادئنا. طبيعه السياسه والحكم في كل بلاد الدنيا ان ياتي ناس يؤمنوا بافكار ويطبقوا افكارهم. وانت قلت نيلسون مانديلا خرج من السجن بقى رئيس جمهوريه. ليه؟ لان كان في مرحله انتقاليه مهمه كان لازم يقود فيها امته، وفجاه قال شكرا مش لاعب، انا كده هرجع مناضل سياسي، ورجع مناضل سياسي وربنا يعني يمد في ما زال حتى الان بيناضل. عايز اقول لك من هنا ان العمل التنفيذي ليس نقيضا للنضال السياسي الا اذا كان عمل بلا مبادئ. اذا كان عمل انت بترتضي فيه ما لا تقبله فده يبقى مش عمل رسالي. لا مش وارد. وليه؟ عايز اسالك سؤال، وانت ليه تقبل شيء ما تقبلوش؟ انا بقول لك انا شخصيا في كل مناسبه وفي كل وقت بقف قصاد نفسي، بقف قصاد ابني نور اللي مش عارف راح فين، موجود هنا بيلف، واساله هل هذا، وده خلي بالك جيل متمرد الى اقصى درجه، واساله واقول له هل هذا الموقف الاصح ولا الموقف الصحيح يكون كذا ولا كذا ولا كذا. معياري هو المناضل السياسي، هدفي هو الدور التنفيذي اللي يحقق اهدافي كسياسي. اصحاب المبادئ واصحاب الافكار ما ينفعش يكونوا محبوسين في جنينه حيوانات في اقفاص، لازم افكارهم تخرج للناس وتطبق على ارض الواقع عشان الخير يعم على بلدنا. انا شخصيا اريح لي، عايز اقول لك بصراحه يا حسن، انا حققت من الشهره والمجد السياسي اللي يخليني وانا عندي 46 سنه اقدر افتح مكتبي بقى كمحامي واقعد اعيش واكسب واعمل قضايا، وهتجيلي قضايا يعني مش عايز اقول لك قد ايه، وهكسب فلوس قد ايه، وابقى صريح جدا. مش مضطر ان انا اكون موجود معاك النهارده وهتصحى في اسكندريه، ومن شويه كنت في طمايه الزهايره، ومن شويه كنت في المنصوره، وقبلها كنت في الشرقيه امبارح، واول امبارح كنت في قوس مش مضطر اعمل. بالمناسبه مش مضطر ان احنا نقعد في التحرير زي ما كان يقول لك ليه الاصرار على فكره الاعصار؟ هو في حد يقعد في الحر ده في بدايه التحرير الساعه 2 الظهر والساعه 3 الظهر لغايه ما الواحد بيحس ان عظمه باش من الشمس؟ ما حدش بيحب ده، بس ده ثمن عايزين ولادنا وولادكم يحصلوا. بشكرك يا حسن. وخلي بالك انا لو لقيت حد احسن مني مرشح انا اول واحد هيزكيه. وانا قلت الكلام ده في 2005، قلت لهم انا مش افضل واحد بس انا افضل واحد في اللي موجودين. ما اقدرش اقول الكلام ده النهارده اما نشوف مين اللي موجودين، بس انا عايز اقول لكم على حاجه، اوعوا حاجه شبه مبارك حته مبارك او ركن من اركان مبارك، مش مهم تختاروا مين، عندكم اسامي كثيره، لكن اوعوا من اللي كان ايده في حله مبارك. ما ينفعش. السلام عليكم ورحمه الله. دكتور ايمن السلام عليكم.